23 يوليو 1952. ركز في التاريخ ده كويس. ثورة 23 يوليو أو ثورة الانقلاب العسكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. قبل ما أبدأ أي حاجة انزل حالا اعمل اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمل معايا الحتة دي. الانقلاب العسكري واللي قادها ضباط جيش مصريين بينتموا للضباط الأحرار. لكل ثورة ليها مكاسب وخسائر ومخططات كانت مرسومة ليها. ايه بقى المخططات اللي فازت بيها الثورة دي وايه الأهداف اللي حققتها؟ الحاجة إلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا، نظام الحكم في مصر إلى جمهورية، الاحتلال البريطاني في مصر واستقلال السودان. طب هو ايه أسباب الثورة دي؟ أول سبب هو الفساد والظلم الاجتماعي والاقتصادي في ظل الحكم الملكي، وتاني حاجة التدخل البريطاني في الشؤون المصرية، وتالت حاجة هو الميل للاستقلال. أهم الشخصيات في الثورة دي كانوا اتنين: محمد نجيب قائد الحركة، ورقم اتنين جمال عبد الناصر اللي كان قائد الضباط الأحرار. ثورة وليها نتائج. هل بقى الثورة دي نجحت؟ هي بالفعل الثورة دي نجحت، وأقول لكم الأسباب اللي خلتني أقول كده. إقامة جمهوري رئاسي، تنفيذ إصلاحات زراعية وصناعية، تعزيز القومية العربية والاستقلال الوطني، مواجهة القوى الغربية وتحقيق انتصارات سياسية. وعشان كده كل 23 يوليو بيبقى أجازة رسمية اللي هتبقى يوم الخميس اللي جاي.